الجماعة اللي مسكوا ترند البنت اللي قالت الشاب ده اتحرش بيا وكان مش عارف ايه وشوية قالت بيسرقني. اعتقد ان انتوا لو هديتوا شوية وشكوا والله هينور كده وهتبقوا جمال ولطاف ولزاز. لو ايه استنيتوا على الترند لما يهدى عشان تجيبوا قراره وتجيبوا حقيقته. يعني دلوقتي ما شاء الله الايه الحقيقة بتبان ورا بعضيها. اول حاجة ان البنت نفسها اعترفت على نفسها بنفس ذات نفسها ان هو ما اتحرش بيها ولا جه جنبها. كل اللي قالته ان هو يعني الكلام يعني اللي هي قالته اتحرش بيا لفظيا او ايه او شتمني. دي اول حاجه. تاني حاجه قالت لك ان هو كان بيحدفني بالطوب. يعني انا مش عارف هو الولد ده كان مجنون تقريبا، كان بيقف لها على السلم اللي هي بتعدي من عليه بتاع البارون عشان يحدفها بالطوب. بعد كده لما لقيت ان الموضوع بدأ يتسحب منها وان ايه الشاب يعني الناس بدأت تتعاطف معاه وفي بنات كمان اتعاطفت معاها، قالت اصل انا ركبت وراه الاتوبيس وقلت ان هو سرق مني فلوس. فلما الناس راحوا له عشان يسألوه والكلام ده من كلام شاهد عيان، واحد كان معاه في الاتوبيس ماشي وصورته كمان كانت ظاهره في الاتوبيس، الولد اللي قال الكلام ده قال لما رحنا له واكتشفنا ان هو ما سرقش حاجه، قال ده هو سرقني قبل كده. فده كان ايه يعني الناس حاسه ان هي مجنونه. فبعد ما قالت ان هو سرقني قبل كده ولقيت ان الموضوع بيتسحب منها، قالت ده متحرش وتحرش بيا. طب يا بنتي هو سرقك ولا اتحرش بيكي؟ فالناس حاسه ان هي مجنونه. فالناس قالوا لها ايه بطلي الكلام ايه بالاسلوب ده. ويمكن كان في ستات واقفه في الاتوبيس عشان بس في ناس ايه بتقول لك الذكوريين والذكور ما دافعوش عنها، والرجاله ما فيش فيهم راجل بشنبات وقف جنبها. لا ده حتى الستات نفسها كبرت دماغها منها. يعني ده بيقول يعني او بيثبت ان هي كدابه في ادعائها. بعد كده كمان البنت قالت ايه ده الموضوع بقاله اسبوع انت بتفرخيه مثلا، يعني بتفرخي بيضه على بال ما تبيض مثلا ولا راقده على الموضوع بقالك اسبوع وبعد اسبوع جايه تطلعيه يعني في فيديو وتعملي بيه ترند. حاجه كمان ان هي ايه يعني الضحيه اول ما تشوف الضحيه ايه بتركب ورا المجرم او الايه المعتدي عليها، مثلا تركب وراه الاتوبيس عشان تفضحه. يعني هي بتقول انا ايه قلت له بعد يعني اسبوع ايه هفضحك كمتحرش. بعد اسبوع كامل 7 ايام المتحرش بيتحرش وبيعمل جريمته الهباب الازرق اللي بيعمله، وهي بعد اسبوع قالت له ايه انا هفضحك بعد اسبوع. طب ما فضحتهوش ليه في اول يوم؟ ما بهدلتهوش ليه؟ ما صورتهوش ليه من اول يوم ضايقك زي ما انت كنت عايزه تعملي؟ ليه سايبه الموضوع ينام لمده 7 ايام وبعد كده جايه تقولي كده؟ بعد كده ان هي قالت ايه يعني طلعت مع زي جريده او الجرايد اللي بنشوفها يعني على السوشيال، يعني في مداخله وايه بالتليفون، وبتقول ان هي قالت ان انا اقول عليه حرامي عشان احنا عارفين طبعا في مجتمعنا ان لما حد مثلا ايه في البيت مثلا بيطلع من البلكونه او من الشباك يقول حرامي حرامي، المفروض ان الناس بتجري عليه تشوف ايه اللي عنده. لكن ده ما حصلش وانا لقيت الناس ما سالوش فيا لما قلت ايه حرامي حرامي. فطبعا الناس عمرها ما تسال فيك، اصل هم شايفينك بعينهم ان انت عماله تتهميه باطل وبتتهميه كذب. طبعا انا مش بقول الشاب كويس او وحش، انا لا اعرفها ولا اعرف الشاب ماشي، ولكن احنا بنقول من كلامها هي، يعني احنا بنرد بكلامها مش بكلامه. هو الشاب طلع دافع عن نفسه برضو في فيديو وقال ان الموضوع ده ما حصلش، وقال ان مدام هي بقالها اسبوع سايباني ليه بقالي اسبوع، وقال ان انا كمان عايز حقي. ويمكن في ناس قالوا ان الاتوبيس وقف في نص الطريق ماشي والشرطه نفسها جت حققت في الموضوع، ولما لقت ان الموضوع ما حصلش فيه اي حاجه سابت الاتنين يروحوا. ده دليل ان الموضوع بيقول ايه ان الموضوع ما حصلش فيه اي حاجه وان كل الموضوع تمثيليه، وان كل الموضوع ان البنت دي تقريبا ما اعرفش حابه تركب ترند ولا ايه. لان هي اصلا يعني لو انتوا تابعتوا في صفحتها على مثلا التيك توك مكتوب ان هي ارتست ممثله يعني. فالاخت الممثله الله اعلم بقى ممثله، الله اعلم بلوجر، الله اعلم بتاعت فاشن ستايل بتصور لبس، الله اعلم شغلها ماشي. فهي الاخت بتقول ان هي ممثله فتقريبا ده كان حلمها في التمثيل، فقالت تبدا بالمشهد ده مع الشاب ده ماشي. ايا كان بقى مظلوم ظالم، دي اعتقد ان الدوله او الشرطه او الحكومه قالت كلمتها
وايه ولسه بنشوف لو في تحقيقات بينهم او في محاضر هتحصل. ولكن اللي حصل ان هم لما عملوا التحقيقات ما لقوش حاجه تدين الولد وما لقوش حاجه تدين الشاب. واكيد الناس طبعا شهدت، قالوا يعني الناس شهدت باللي شافته، والله ما حصل حاجه. الولد واقف بعيد عنها مسافه مترين ماشي، وما جاش جنبها ومربع ايده وهي عماله تغلط وتشتم وتقل ادبها ماشي. كون ان هو بقى اتهجم وكان عايز ياخد منها الموبايل، والناس يعني ايه وقفوه عند حد ساعتها وخدوه بعيد، ده طبيعي. يعني انت بني ادم، انا ما جيتش جنبك، انا واقف بعيد عنك وعمال تشتم فيا تقول انت قليل ادب وانت متحرش وانت ما عندكش وانت 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 وانت، عايز مني يكون الرياكت او رد فعلي ايه؟ ما لازم ادافع عن نفسي ماشي، ما لازم غصب عني. يعني ايه اعصابي هتفلت مني وايه وهيصدر مني حاجه ان انا اعملها ماشي. حاجه تانية موضوع ان هم مسكوا الراجل ابو سبحه ويقول لك ايه، يعني انت ما عندكش دين وانت بسبحه وانت راجل يا كبير شبهه. ما هو الاخت عماله تقول الدين وربنا وشرع ربنا وده ما يرضيش ربنا. يعني طبيعي ما تبقاش انت ماسك في ايدك ازازه خمره وعمال تقول لي ربنا واتقي ربنا وخاف ربنا ما هو انا لازم اقول لك يا عم طب سيب ازازه الخمره يا عم ماشي. في نفس القصه ما يبقاش انا برضو ماليش دعوه بلبسها عشان بس ما حدش ايه يمسك موضوع اللبس ماشي. ما تبقيش انت عمال تقولي ربنا 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 وانت يعني شكلك لا يدل ان انت يعني تعرفي ربنا، لا يعني ربنا ما قالش وضعك ده. فطبعا الشاب ساعتها قال لها هو ده شكل واحده عارفه ربنا بس، لكن لا قال لها لبسك ولا قال لها عملك. وحتى لو قال ماشي وان كان يلام على دي ماشي موضوع اللبس، ولكن هي نفسها كشخصيه الكاركتر بتاعها بيقول ان هي مش كويسه، بيقول ان هي عندها مشكله. الموضوع بقى تمثيل، كان بيتحرش بقى بعد اسبوع بتفرخ التحرش لحد ما يبيض او يفقس ما تفهمش. فيعني برضه انا عايز اقول لجماعه الفيمينيستات، جماعه الذكوريين، الصفحات بتوع البيدوفيليا والكلام الهبل ده كله، اهدوا على نفسكم صدقوني وشكم هينور وهتبقوا اجمل. ليه؟ لما تدوروا على الحقيقه كامله. ما ينفعش واحد يجي يقول لك انا عيني اتفقعت وتحكم له من غير ما يجي لك التاني ممكن يكون عينين الاتنين اتفقعوا. ما ينفعش، ده حكم. فيبقى لازم نسمع من الطرفين، بلاش نظام ايه اللي يصور الاول هو اللي يكسب. لا، خليك خد الحقيقه كامله، خد الموضوع كامل، سيب الترند لما يهدى صدقني هتعرف الحقيقه كامله. تمام، سلام.